يا مساء الورد على عيونكم حبايب قلبي، مساء القمر عليكم وعلى القمر اللي انتوا شايفينه ده. عملنا 5 فطيرات، بسم الله ما شاء الله. الفطيرة محملة تكفي فرد من كيلو دقيق، يعني اظن كيلو دقيق عامل 20 جنيه. مش هتشتري طبعا الخمس فطيرات محملين يا جماعة، مش ورقتين وزي بتاعة الفرن وخلاص، لا، الفطيرة محملة ما شاء الله. هقولك ازاي تعمليها لكمان المبتدئين، يعني سهل جدا، اي حد لسه ما عملش فطيرة قبل كده يعمله بكل سهولة، بس يمشي على التريكات والخطوات اللي في الفيديو وهيطلع معاه ان شاء الله احلى فطير مشلتت زي الفل. توفير التوفير. ما تنسيش بقى يا قمر، لو انت مش مشتركة في القناة تنوريني وتعملي لايك للفيديو وشير لو امكن يعني. ونحط بقى شوية جبنة قريش، الجبنة دي انا عاملاها معاكم في القناة، ويلا بينا نشوف الطريقة. البولة دي انا كنت لسه عاملة فيها سمنة زبدة بلدي، تمام. ان شاء الله الفيديو احتمال تشوفوه قبل الفيديو ده. هنزل في البوله بكيلو دقيق، تمام. انا ما غسلتهاش، قلت خليها عشان مكان الزبده. كيلو دقيق وعليه معلقه سكر، ربع معلقه بيكنج باودر، 3 معالق زيت طعام ريحته حلوه يا ريت. وهننزل ب 400 جرام ميه مبدئيا عشان لسه هنضيف واحنا بنعجن، نربي للعجين عرق. وكمان السوائل ما ننزلش بيها الاول عشان مش كل دي بياخد ميه زي التاني، تمام. بعد ما لفيته معايا كده هبتدي انزل بالميه، هسقسق له كده كل شويه بقين 3 لحد ما يلم معايا. ولو انت لسه بتبتدي تعجني، تمام، او تشتغلي في معجنات، ما تحطيش الميه كلها مره واحده، تمام. انزلي واحده واحده زي ما انا بشتغل كده عشان تتفادي ان انت لو العجين يحتاج دقيق تزودي دقيق. خلينا نزود له ميه افضل. عليت بقى عليه السرعه بعد ما خلاص خد كفايته من الميه، وخليته يتعجن 10 دقايق يا جماعه، يعني مش اقل او مش اكتر من كده. 10 دقايق حلوين قوي، من 7 ل 10 دقايق عشان العجينه تلم معاكي وتبقى ناعمه. ضروري تبقى ناعمه وتربي معانا عرق، تمام. بصوا بقى القمر، العجينه حلوه جدا زي الفل ما شاء الله. هنعمل ايه بقى؟ هنقطعها على 5 قطع. لو عندك ميزان هتوزني العجينه عشان تعرفي هي كام وتقطعيها على 5. ادي دول 1500 جرام، هنقطعهم على 5، كل واحده 300 جرام. دي طلعت 317، بس الباقي هعمله ان شاء الله كل واحده 300 جرام، هيعملوا معانا 5 فطيرات زي الفل. نحط بقى في صينيه شويه زيت، ضروري تحطي زيت، تمام، عشان الوش ما ينشفش مننا، عشان احنا لسه هنسيبها ترتاح على الاقل نص ساعه. هنلم بقى الكور بتاعتنا على جوه ونقفل عليها وندهنها زيت بالشكل ده، ونسيب مسافات بينها عشان لما بتريح لما بترتاح بتريح في الصينيه، بتفرش، تمام. لميت بقى كده واغطيها بكيس بلاستيك، اغطيها كويس جدا، واغطيها بفوطه كمان، ونركنها على جنب ترتاح لمده تقريبا نص ساعه. عشان تفرد معاكي لازم تريحيها. معانا هنا بقى 200 جرام زبده وعليهم معلقه سمنه بلدي، المعلقه دي تقريبا 30 جرام، تمام. هاخدهم على الميكروويف اسيحهم ونجيبهم اهو، تمام. يبقى 200 جرام زبده ومعلقه كبيره سمنه بلدي او سمنه عاديه لو مش عندك بلدي. نرجع بقى بعد نص ساعه للفطير العجين بتاعتنا. ادي العجين اهو، هنضغط عليها كده يا جماعه، هنلاقيها يعني بتاخد وتدي كده حلوه، يعني غرزت اهي كده، يبقى كده ارتاحت معانا. وهنجيب بقى على الرخامه نحط حبه زيت، يعني بتاع 5 معالق زي ما انتم شايفين كده، وناخد واحده منهم ونبتدي بقى نفرد، تمام. وخلي ايدك برضو فيها زيت عشان يبقى سهل عليكي ان انتي تفردي. وملحوظه، اوعي تفردي بسمنه او زبده، وخصوصا في الشتاء. لو في الشتاء مش هتجمد وتكلكع والعجين هيتقطع منك. انا فردتها كويس جدا اهو، والحروف تكون مفروده مش مكلكعه عشان العجين مع الفطيره ما تعضمش منك. وهبتدي ادخل لها هواء بالشكل ده، وما تقلقيش لو حته اتقطعت منك، كل ده هيتلم جوه العجينه. انا لميت بالشكل ده، وهبتدي بقى اوزع الزبده بتاعتنا على الفطيره. ما تقلقيش، على فكره ال 230 جرام دول هيفيد منهم، هتشوفي في اخر الفيديو. هنلم بقى الفطيره على بعضها كده، كل جزء زي ما انتم شايفين. لميت جزء على جوه وحطيت عليه معلقه سمنه، تمام. والناحيه الثانيه برضو اهي لميتها برضو عليها، واحط عليها معلقه سمنه. ونلم الناحيه اللي هناك اللي على اليمين، انا بفضيها بس من الهواء عشان لما نيجي نفردها ما تتقطعش مننا. ادي القطعه اللي على اليمين، بصوا دخلنا الحته اللي مقطوعه جوه، ولا تقلقي، حطينا عليها معلقه سمنه برضو او زبده. والجزء ده كمان لو في اي كلكعه في الحروف افرديها عشان العجين الفطيره لما تتخبز ما تبقاش مكلكعه او معضمه. هنلم بقى الجزء الاخير، وهنبتدي بقى نلمه من الحروف على جوه زي البقجه كده. بصوا هنعمله كوره زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وهنجيب بقى الصينيه، احنا مش هندهن في الصينيه اي حاجه، كده كده العجينه بتاعتنا واخده زبده كفايه.
الصينيه بتاعتنا اهي، هحطها كده واغطيها ونريحها لمده من نص ساعه لساعه الا ربع، المهم ان هي ترتاح عشان تقدري تفرديها بكل سهوله. خلاص كده كل مره هتيجي تعملي قطعه من قطع العجين بتاعنا تفرديها لازم تحطي زيت تحتيها عشان تتفرد معاكي، والا العجينه مش هتتفرد وهتتعبك وممكن تتقطع منك كلها، فلازم تحطي ايه شويه زيت زي ما احنا شايفين كده. تمام كده، وهنبتدي بقى نفرد، وطول ما في زيت بتفردي بيه الدنيا هتبقى سهله معاكي. تمام، انا هعمل كل الكميه بنفس الطريقه وهسيبها ترتاح من نص ساعه لساعه الا ربع. بعد نص ساعه او ساعه الا ربع هنيجي نفرد بقى الفطيره في الصينيه. بصوا من النص كده ونبتدي نفرد على بره بالراحه. تمام، من النص وعلى بره، بس ما ترقيق، مش تخليها رقيقه قوي، خليها وسط، لا تخينه ولا رفيعه. تمام، قبل ما نفرد كده وقبل ما نبتدي نفرد بربع ساعه بكون مشغله الفرن على درجه حراره 220 عشان يسخن معانا. ضروري الفرن يدخل على صلوا على النبي يا جماعه، انا هنكت ضروري الفطير يدخل على فرن سخن جدا، لو دخل على فرن بارد هينشف منك وهيبقى معضم ومش هيبقى حلو، مش هينفخ. تمام كده، فانا فردته اهو بالشكل ده وهندخله الفرن الرف الوسطاني درجه حراره 220 في الرف الوسطاني زي ما انتم شايفين. بصوا ما شاء الله كل الفطير بالصلاه على النبي رفع معايا وقب زي ما انتم شايفين كده. هيقعد قد ايه؟ هيقعد 20 دقيقه بالظبط. اول ما يدخل الفرن شغلي المنبه، اول ما المنبه يرن هتطلعيه. تمام كده، بصوا بقى القمر طلع معانا اهو ما شاء الله. ملحوظه يا جماعه، لو لقيتي من الوش كده مش متحمر افتحي عليه الشوايه لمده 3 دقائق بالظبط، بس وشه يتحمر ويبقى زي الفل. تمام، حطيته بقى في طبق كده وهروح مدياله بخه ميه ببخاخه الميه بتاعه المعجنات وهغطيه كويس جدا زي ما احنا شايفين كده، واروح اعمل الاثنين التانيين دخلتهم برده الفرن في الرف الوسطاني درجه حراره 220. هيقعد 20 دقيقه بالظبط، انا بظبط المنبه عشان ما انساش. نطلعه على الفطير التاني بنفس الطريقه زي ما احنا شايفين، ونديله بختين ميه، بخه كده بالبخاخ بتاع المعجنات مقرمش جدا وطعمه روعه، وهنغطيه برده بنفس الطريقه على ما نعمل الفطيره الاخيره. وطلعنا الفطيره الاخيره اهي ما شاء الله، هنبخها برده بخه ميه وهغطي عليها الحله واسيبها لمده تقريبا 15 دقيقه ترد كده مع بعض من البخار بتاعها. تمام، دي بقى يا جماعه كل الصينيه كانت بتنزل شويه زبده زي ما انتم شايفين كده، لميتهم كلهم في صينيه واحده وحطيته صفايه، وهبتدي بالاسباتولا انزلها. الاسباتولا مش بتهدر تماما، بتنزل لك كل حاجه. تمام، هصفيها بقى بالشكل ده وهنغلفها في بوله زي ما انتم شايفين. دول يجوا تقريبا 3 معالق حلوين قوي، هنغلفهم ونستخدمهم في اي خضار اي حاجه تانية بدل ما يترموا خساره. الحاجه بقت غاليه جدا ويا ريت نشتغل ونوفر على قد ما نقدر. الفطير بتاعنا اهو بسم الله ما شاء الله بقى، عسل اسود وقشطه والجبنه القريش دي بقى انا عاملاها معاكم في القناه. يا ريت بقى لو استفدتوا باي معلومه تعملوا لايك للفيديو، ولو تقدروا شير لو امكن، اكون شاكره جدا ليكم. شكرا جزيلا لوجودكم معايا لحد دلوقتي، شكرا جزيلا.